السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي وبناتي طلاب مؤسسة الخضراء التربوية التعليمية الخاصة، القسم الإلكتروني، طلاب الصف الثالث الثانوي. معكم الدكتور صلاح الدين عمر عبد الله. بإذن الله تعالى في هذه الحصة نحل فيها امتحان الرياضيات، الامتحان الشهري، وهذا الامتحان هو خاص بوحدتي الدوال الحقيقية والنهايات، بالإضافة لباب المصفوفات. إذن من خلال هذه الحصة حنركز فيها على حل هذا الامتحان بصورة نموذجية بإذن الله، وأتمنى أن الطلاب يتابعوا هذه الحصة وتكون ذات قيمة وفائدة بالنسبة لكم. إذن ننتقل لحل الامتحان بالتفصيل. السؤال الأول في هذا الامتحان قال لي عرف الآتي. أولا تعريف الدالة الحقيقية. تعريف الدالة الحقيقية، والدالة ببساطة جدا هي دالة بيكون مجالها ومجال المقابل اللي هو س وص مجموعتين جزئيتين من مجموعة الأعداد الحقيقية. يعني كتعريف بنقول هي الدالة التي يكون مجالها س ومجال ومجالها المقابل صاد، مجموعتين جزئيتين من مجموعة الأعداد الحقيقية. هذا هو تعريفنا للدالة الحقيقية. هي الدالة التي يكون مجال س ومجال المقابل صاد مجموعتين جزئيتين من مجموعة الأعداد الحقيقية. السؤال الثاني عرف مجال الدالة. ومجال الدالة هو كتعريف هو أوسع مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الحقيقية، اللي هي حاء. ويمكن إيجاد صور لعناصر وفقا لقاعدة الاقتران. هذا هو تعريفنا لمجال الدالة: أوسع مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الحقيقية، وأيضا يمكن إيجاد صور لعناصر وفقا لقاعدة الاقتران. 3. أعرف المصفوفة. المصفوفة هي عبارة عن مجموعة من الأعداد، مرتبة على شكل مستطيل، مكونة من عدد من الصفوف والأعمدة. هذا هو تعريفنا للمصفوفة: مجموعة من الأعداد بتكون مرتبة على شكل مستطيل مكونة من عدد من الصفوف والأعمدة. سؤال 4. عرف المصفوفة القطرية. مصفوفة قطرية هي مصفوفة مربعة، شرطها الأساسي إنه هي مصفوفة مربعة جميع عناصرها أصفارا.
عناصره أصفار ما عدا العناصر التي في القطر الرئيسي، القطر الرئيسي. يعني هنا على الأقل بيكون واحد على الأقل منها لا يساوي الصفر. يعني عناصر القطر الرئيسي لازم على الأقل واحد فيهم يكون رقم، لكن ممكن يكون في جزء منها أصفار، ودائما بيكون شكلها بهذه الصورة. يعني هذه هي عناصر القطر الرئيسي، الباقي كله بيكون أصفار، صفر صفر هنا أصفار. أما عناصر القطر الرئيسي هي اللي بتتحكم في المصفوفة القطرية. السؤال بقى قال لي هنا جد مجال تعريف الدوال الآتية. أول دالة هنا عندنا عبارة عن دال س بتساوي لنا 5 س تكعيب ناقص 7 س. هذه الدالة إذا نظرنا لها هي دالة عبارة عن دالة كثيرة حدود من الدرجة الثالثة، وأي دالة كثيرة حدود دائما مجاله هو كل الحاء. يعني هنا بنقول مجاله اللي هو مجموعة الأعداد الحقيقية، أو بفهم تاني ممكن نكتب المجال اللي هو عبارة عن من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية. يعني كتبناها في شكل فترة مفتوحة من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية، أو نعبر عنها بكل الحاء. إذا هذا هو مجالنا لدالتنا كثيرة الحدود. لدينا السؤال الثاني في المجال. هنا عندنا دالتنا ه س بتساوي 7 س تربيع زائدا 3 مقسومة على الجذر التربيعي لس ناقص 5. طيب هنا أول شيء دالة البسط كثيرة حدود، يبقى ما عندها مشاكل. عندنا في المقام جذر س ناقص 5، فهنا أول حاجة إنه تحت الجذر ما مفروض يكون بيساوي لي سالب، وأيضا ما مفروض يكون بيساوي الصفر. يبقى أول حاجة إنه السين لازم تكون أكبر من أو تساوي الصفر، ده الشرط الأساسي. الحاجة الثانية إنه ما مفروض المقام يساوي صفر، يبقى السين جذر 25 بيعطينا 5، ولذلك بنقول إنه السين أيضا لا تساوي 25، لأنه لو وضعنا 25 بتجعل مقامنا بيساوي صفر. إذا أنا عندي س أكبر من أو تساوي الصفر مرفوضة. يعني في هذه الحالة نحن س تكون أكبر من أو تساوي الصفر، يبقى الصفر عندنا ما فيه مشاكل هنا لو كانت السين، لأنه بتعطيني سالب 5 إجمالا. ولذلك حيكون هنا مجالنا لهذه الدالة بتكون المجال هنا، المجال حياخد معي من صفر إلى موجب ما لا نهاية. يعني حتكون هي مغلقة من الصفر إلى موجب ما لا نهاية، لكن ما لا نهاية مفتوحة. بعد ذاك بجي بقوم بستبعد منها اللي هو العنصر 25، يبقى هيكون مجموعتنا اللي هي بتحتوي على العنصر 25. إذا لدينا السؤال الثاني قال لي إذا كان لدينا دالتين، دال س بتساوي س تربيع ناقص 2 والهاء س بتساوي لنا 8 س زائدا 4. هنا قال جد ه عند الخمسة، يبقى عايزين ه عند الخمسة. إذا هناخد الدالة ه ونعوض مكان السين 5 اللي هي عبارة عن 8 س زائد 4 حتساوي عوض س ب5، إذا 5 قوس كده 5 ضرب 8 زائد 4 هذه تساوي 40 زائد 4 ب44. إذا الإجابة هي تساوي 44. الجزء الثاني دال عند سالب 1. إذا هنعوض سالب 1 في الدالة دال اللي هي عبارة عن س تربيع ناقصا 2 حتساوي، يبقى سالب 1 مربع ناقص 2 حتساوي سالب 1 لو ربعنا ب1 ناقص 2 هذه تساوي سالب 1. إذا الإجابة هي عبارة عن سالب 1. 3 طالب مننا دال زائدا الهاء س. إذا هنا حاصل جمع الدالتين، ولذلك بتكون هي عبارة عن دال س زائدا الهاء س.
حتساوي، ناخذ الدالة دال س اللي هي عبارة عن س تربيع ناقص 2، والهاء زائدا 8 س زائد 4. نجمع المتشابهات اللي هي تساوي س تربيع ما عندها شبيه، 8 س ما عندها شبيه اللي هي 8 س، وناقص 4 مع الناقص 2 مع موجب 4 بتكون زائد الاثنين. إذا هذا هو حلنا الخاص بهذا السؤال. السؤال 4 لنفس هذه الدوال عايز مننا اللي هو دال تركيب الهاء، دال تركيب الهاء في المتغير السين، ولذلك هنا بناخذ الهاء بتركب داخل الدال، يبقى شكل المسألة عبارة عن دال قوس هاء س. إذا نعوض الدال هاء س داخل الدال بتكون عبارة عن دال قوس الهاء س اللي هي 8 س زائد 4 تساوي، نعوض مكان السين يبقى حتكون س تربيع معناها حتشبه 8 س زائد 4 القوس مربع ناقصا 2. أفكه هنا باعتباره مجموع مربعين، يبقى أربعة 8 تربيع ب64، والسين حتكون س تربيع زائد 2 الأول في الثاني 8 في 4 32، 32 في 2 ب64 س زائد مربع الأربعة 16، وأخيرا ناقصا الاثنين. بعد ما فكينا نجمع حتساوي 64 س تربيع، 64 هذه ما عندها شبيه يبقى 64 س و16 ناقصا 2 بموجب 14، إذا زائد 14. هذا هو حلنا الخاص بمسألة تركيب هذه الدالة. لدينا السؤال الخامس أيضا في هذه الجزئية تحديدا، قال لي يجد مجال هاء تركيب الدال للسين. هنا مطلوب مننا الهاء تركيب الدال لكن مطلوب المجال، ولذلك أول حاجة حنقوم ناخد مسألة التركيب، يبقى الهاء حتتركب داخل الدالة دال س حتساوي اللي هي الهاء قوس دال س تربيع ناقص 2 حتساوي، نركبها مكان السين يبقى 8 قوس س تربيع زائد 4 س تربيع زائد 4، والكلام ده كله ناقصا ل أو زائد الأربعة. هنا لدينا كامل الدالة س تربيع ناقص 2 زائدا الأربعة، عوضنا فقط مكان السين حتساوي 8 في تبقى 8 س تربيع ناقص 8 في 2 ب16 زائد 4 حتساوي 8 س تربيع ناقص 12. إذا هذه هي اللي هي مسألة التركيب. وهنا طالب مننا المجال دائما بيكون عبارة عن مجال الدالة المركبة مع تقاطع الدالة الجديدة، يعني المجال هو عبارة عن دال س بتتقاطع مع الجديدة اللي هي الهاء تركيب الدال، يتقاطعوا الاثنين مع بعض. إذا أخذنا دال س دالة كثيرة حدود مجال حاء، وأيضا هذه كثيرة حدود مجال حاء، ولذلك حيكون حاء تقاطع الحاء الاثنين مع بعض بيعطونا الحاء، يبقى مجالنا هنا هو الحاء. أهم حاجة إنك تنتبه لهذه النقطة، يعني هو دائما المجال بينتج من دالتنا الأصلية، تمام، بعد ذاك هي بتتقاطع مع الدالة الجديدة اللي نحن سمينا، ولذلك الاثنين بيكونوا مجالهم الحاء. بكده بنواصل، خلصنا هذه الجزئية ونواصل في شرح هذا الامتحان. لدينا السؤال الثاني الفقرة ب جد الآتي. عندنا هنا نمرة 1 نهاية س زائدا 2 على س تربيع زائدا س زائدا الاثنين عندما إن السين بتؤول إلى الخمس. دائما في النهايات نحن بنعوض تعويض مباشر، ولذلك هنا حيكون عندنا الحل. في هذا السؤال حنعوض قيمة س بالخمس، يبقى شكل المسألة اللي هو عبارة عن نهاية س زائدا الاثنين
وعندنا هنا السين تربيع زائدا السين زائدا الاثنين، عندما إنه السين بتؤول إلى الخمسة. أعوض تعويض مباشر. عندما نعوض طبعا بتختفي النهاية، نعوض في البسط قيمة س ب5، إذا حيكون 5 زائدا الاثنين مقسومة على س تربيع اللي هي 5 مربعة زائدا قيمة س اللي هي 5 زائدا الاثنين. بعد ما عوضنا نجري عملياتنا الحسابية اللي حتساوي الآن في البسط 5 زائد 2 بتساوي 7، و5 تربيع ب25 زائدا الخمسة زائدا الاثنين. إذا هذه حتساوي الآن البسط عبارة عن 7، المقام 25 زائدا 5 30 زائدا 2 32. يبقى الإجابة لهذا السؤال اللي هي بتساوي لنا 7 على 32. وطبعا عند التعويض المباشر وصلنا لقيمة هذه النهاية، ولذلك انتهت المسألة. السؤال الثاني هنا عندنا نهاية س تقعيب ناقص 25 125 على س ناقص 5 عندما إنه السين بتؤول إلى الخمسة. إذا في الحل حنعوض تعويض مباشر في البداية. إذا عوضنا قيمة س اللي هي حتكون شكلها نهاية س تقعيب ناقص 125 مقسومة على س ناقصا الخمسة، وعندنا السين بتؤول للخمسة. إذا عوضنا قيمة س ب5 حيكون عندنا في البسط الآن 5 تقعيب ناقص 125 على 5 ناقص 5، وهذه حتساوي الخمسة تقعيب ب125. إذا 125 ناقص 125 على 5 ناقص 5، وهذه حتساوي لي 0 على الصفر. بمجرد ما ظهرت 0 على 0 هذه قيمة غير معينة، ولذلك بنسعى للحلول البديلة لإيجاد قيمة النهاية. هنا واضح تماما يمكن تحليل 125 إلى 5 أس 3، وبذلك بتشبه لنا قانون كوش. إذا حنقول تساوي النهاية للسين تقعيب ناقص 125 عبارة عن 5 أس 3، والمقام س ناقص 5، وهنا عندنا السين بتؤول إلى الخمسة حتساوي. الآن أصبحت تساوي اللي هي قانون كوش. يبقى القوة هي عبارة عن 3 مضروبة في الألف اللي هي هنا بتعادل 5، والقوة 3 ناقصا قوة المقام 1. إذا 3 مضروبة في 5 أس 3 ناقصا 1، هذه حتساوي 3 مضروبة في 5، 3 ناقص 1 ب2، إذا تساوي 3 مضروبة في 5 تربيع ب25، يبقى تساوي 3 ضرب 25 ب75. يبقى الآن الإجابة الخاصة بهذا السؤال اللي هي 75. سؤال 3 هنا نهاية سينوس 5 زائدا 32 مقسومة على س زائدا الاثنين، عندما س إنه هي بتؤول لسالب الاثنين. إذا هنا أيضا حنعوض تعويض مباشر. إذا عوضنا تعويض مباشر في هذه المسألة حتكون س بالنسبة لنا هي سالب 2، يبقى سالب 2 مرفوعة للقوة 5 زائدا 32 على سالب 2 زائد 2، وهذه حتساوي سالب 2 أس 5 بسالب 32 زائد 32 مقسومة على سالب 2 مع سالب 2، هذه بصفر. إذا الآن البسط عبارة عن 0، وأيضا المقام 0، وهذه قيمة غير معينة. بعديها بنفكر في الحلول. إذا الحل
هذه المسألة هي غير قابلة للتحليل ولا غير قابلة للضرب في المرافق، لكن هنا عشان تشابه قانون كوش معطى إشارة زائد، وقانون كوش بيتعامل مع المسألة هي سالب، يعني مفروض الأول ناقص الثاني. طيب طالما في زايد حنتخلص من الزايد وحنفكها لاتنين سالب سالب، يبقى شكل المسألة حتكون لنا نهاية س أس 5 زايد 32 مقسومة على س زايد 32، وهنا عندها 2، وهنا الس بتقول لي سالب الاثنين، يبقى تساوي نفك ال 32 عبارة عن 2 أس 5، لكن هنا حتكون بالسالب، يبقى شكل المسألة حتكون لي نهاية س أس 5 حأقول ناقص قوس ناقص 2 مرفوعة للقوة 5. لاحظ معايا الاثنين أصبحت بالسالب وليست بالموجب، ولازم انتبه لهذه النقطة، مقسومة على س ناقص أيضا قوس ناقص 2، لازم يشبهوا بعض. خلاص وصلنا هذه النقطة، وأنا عندي إنه السين هي بتقول لي سالب الاثنين، إذا تساوي، خلاص كده قانون كوش أصبح واضح. يبقى شكل المسألة القوة هي عبارة عن 5 مضروبة في الألف اللي هي عبارة عن سالب الاثنين وليست 2 كما هي في المسألة. القوة 5 ناقصا قوة المقام 1 تساوي 5 قوس سالب 2، القوة الجديدة حتصبح 4 حتساوي 5 سالب 2 أس 4، هذه بتعادل لنا 16. إذا 5 ضرب 16 حتساوي لي اللي هو 80. يبقى حلنا لهذا السؤال بعد المعالجة لموجب 32 أصبحت تساوي 80. السؤال الرابع نهاية الجذر التربيعي لس زائدا 9 ناقصا 3 على السين. هنا أيضا إذا عوضنا قيمة س بصفر حيكون جذر 9 هو 3، ولذلك حيكون بعد التعويض 3 ناقص 3 على المقام س صفر، إذا حتساوي لنا صفر على صفر، وهذه هي قيمة غير معينة. إذا حنفكر في الحل. الحل طالما في جذر تربيعي معناه حنضرب في مرافق البسط، والمرافق حنغير هذه الإشارة من سالب لموجب، يبقى شكل المسألة حتكون نهاية أول حاجة المسألة كما هي جذر التربيعي لي س زائدا 9 ناقص 3، وهنا عندنا السين والسين تؤول للصفر، حأضرب في المرافق يبقى حأغير، ولذلك حيكون هنا عندنا جذر س زائدا 9 زائدا 3، هنا حيكون أيضا جذر س زائدا 9 زائدا 3، هذا قوس وأيضا هذا هنا قوس، وهذا يصبح قوس بهذه الصورة، أيضا هذه السين. عندنا قاعدة بتقول إنه إذا في أي عدد مضروب في مرافقه بنربع الأول بنربع الثاني والإشارة بينهما ناقص، إذا حتساوي لنا نهاية، إذا ربعنا جذر س زائدا 9 يبقى حينتهي الجذر حيكون ما تحت الجذر هو السين زائدا 9، وناقص 3 بعد أربعة بتكون ناقص 9 لأنه 3 مربعة، المقام بيظل ثابت هو س مضروبة في الجذر التربيعي لي س زائدا 9 ناقص 3، ولازم انتبه للقوس، وهنا عندنا السين بتؤول للصفر. من هنا بعد أختصر 9 مع سالب 9 بتخلص، والسين مع السين بتخلص، يبقى البسط انتهى باقي 1 والمقام باقي ما بداخل القوس، إذا تساوي نهاية البسط 1 والمقام حيكون قوسنا جذري س زائدا 9، هنا حيكون زائد 3 والسين تؤول
الصفر. أعوض السين بصفر. لو عوضت السين بصفر حتكون بتساوي 1 على حيكون هنا الجذري 0 زائدا 9 زائد 3 تساوي جذر 9 هو 3، إذا 1 على 3 زائدا 3 وتساوي 1 على 6. يبقى حلنا لهذا السؤال اللي هو بيساوي 1 على 6 أو سدس. أهم حاجة إنه ضربنا في المرافق، وانتبه إنه المرافق تغير الإشارة، وأي عدد في مرافقه بنربع الأول نربع الثاني، والإشارة بينهما دائما ناقص. وبكده خلصنا السؤال الثاني، وننتقل للسؤال الثالث في هذا الامتحان. لدينا السؤال 3، قال لي جد الآتي، أيضا هو سؤال نهايات. نهاية دالتنا 2 س تربيع زائد 1 على س تقعيب ناقصا الخمسة، عندما إنه السين تؤول إلى ما لا نهاية. هنا إذا عوضنا قيمة س بما لا نهاية حيكون مباشرة لدينا البسط عبارة عن ما لا نهاية، وأيضا المقام ما لا نهاية. يبقى حنفكر في الحل. الحل دائما بنقسم على أكبر قوة موجودة في المقام. الآن أكبر قوة هي عبارة عن س أس 3، إذا حأقسم الكل على س مرفوعة للقوة 3. يبقى شكل المسألة حيكون لي نهاية 2 س تربيع زائدا 1 على س تقعيب ناقص 5، وهنا السين تؤول إلى ما لا نهاية، حتساوي أقسم على أكبر قوة قلتها حيكون نهاية. يبقى في البسط حيكون عندي 2 س تربيع اللي هي 2 س تربيع، حنقسم قلنا على س تقعيب زايد 1 على س تقعيب، وأيضا المقام حيكون س تقعيب على س تقعيب ناقص 5 على س تقعيب، وهنا عندي السين بتؤول إلى ما لا نهاية. بعد ذلك اختصر اختصاراتي الممكنة. س تربيع مع التقعيب حيكون باقي 1 في المقام، 1 على س تقعيب ما عنده اختصار، التقعيب مع التقعيب أيضا اختصر. يبقى شكل المسألة حتساوي نهاية، أول حاجة حيكون عندي في البسط هنا 2 على س زايد 1 على س تقعيب، وهنا حيكون 1 ناقص 5 على س تقعيب، والسين تؤول إلى ما لا نهاية. بعد ذاك أعوض ما لا نهاية. إذا عند التعويض حيكون عندك الآتي: البسط 2 مكان السين ما لا نهاية زايد 1 على ما لا نهاية تقعيب، وهنا حيكون 1 ناقص 5 على ما لا نهاية تقعيب. طبعا أي عدد مقسوم على ما لا نهاية هذا بيعطينا صفر، أي عدد على ما لا نهاية بيعطي الصفر، ولذلك حتساوي هنا حيكون في البسط عندي صفر زائد صفر على 1 ناقص اللي هو أيضا صفر، والإجابة حتكون صفر على 1، وصفر على 1 اللي هي بتساوي الصفر. إذا هذا هو الحل الخاص بهذا السؤال. هو سؤال بسيط، سؤال سهل جدا عندما تكون النهاية بتؤول إلى ما لا نهاية. بس أنبه طلابي إنه س تقعيب هذه عندنا ممكن تكون 3 س تقعيب، والحل هو نفس الحل، يعني لا يوجد أي اختلاف ما بين هذا الحل ونفس المسألة الموجودة لدينا في هذا الامتحان. السؤال 2 هنا لدينا نهاية س تربيع ناقص 2 س ناقص 3 على س تربيع ناقص 1 عندما س تؤول إلى سالب 1. الآن إذا عوضنا قيمة س بسالب 1 حيكون لدينا هنا في البسط عبارة عن سالب 1 مربع ب1، وسالب 2 في سالب 1 بموجب 2،
ناقص 3. المقام حيكون سالب 1 ب1 ناقص 1، وهذه حتساوي هنا 0 على الصفر. هذه قيمة غير معينة. بنبدأ في الحل. هنا واضح تماما، يمكن تحليل البسط وأيضا تحليل المقام. شكل المسألة حيكون نهاية. إذا حللنا البسط نحلله لقوسين، س تربيع حتكون عبارة عن س وس، عددين أضربهم -3 أجمعهم -2، يبقى العددين هما -3 وموجب الواحد. -3 وموجب الواحد. المقام فرق بين مربعين، يبقى قوسين، واحد بالموجب وآخر بالسالب. يبقى حيكون عندنا س ناقص 1 وس زائد الواحد، وهنا السين اللي هي بتقول لسالب الواحد. أختصر، س زائد 1 مع س زائد 1. بقى عندنا فقط س ناقص 3 على س ناقص 1، إذا تساوي نهاية البسط باقي لي س ناقص 3، وهنا س ناقص 1 عندما س تؤول لسالب الواحد. أعوض سالب 1، إذا حيكون لدينا في البسط -1 ناقص 3 والمقام -1 ناقص 1، حتساوي البسط -4 والمقام -2. أختصرهم مع بعض، يبقى السالب مع السالب والأربعة والإثنين، إذا الإجابة تساوي 2. الحل لهذا السؤال تحديدا بيساوي 2. سؤال 3. نهاية 3 س زائد جا س على س عندما س تؤول إلى الصفر. هنا إذا عوضنا قيمة س بالصفر حتكون 3 في صفر زائدا جيب الصفر صفر على صفر، وهذه أيضا حتساوي لنا صفر على الصفر، وهذه قيمة غير معينة. هنا عندنا 3 س وعندنا جيب س، بإمكاني أقسم المقام عليهم الاثنين. إذا شكل المسألة في البداية حتكون نهاية 3 س نقسم المقام، يبقى هنا حيكون على س زائدا جا س مقسوم على السين، وعندنا السين تؤول للصفر. طالما في 2 ممكن نوزع النهاية عليهم الاثنين، إذا حتساوي، واختصر السين مع السين، حيكون لي هنا نهاية باقي فقط 3 عندما س تؤول للصفر زائدا نهاية جا س على السين، وهنا عندنا السين بتؤول للصفر. هذه الجزئية كنهاية ثابت بقيمة الثابت اللي هي 3 زائدا نهاية جا س على س، هذا قانون ثابت اللي هي بتساوي لنا الواحد الصحيح. إذا الخلاصة هي 3 زائد 1، و3 زائد 1 اللي هي بتساوي 4. يبقى الحل هو يساوي 4. أهم حاجة إنه أنا قسمت المقام عليهم الاثنين وفصلتهم من بعض، وبعد ذلك قدرت أصل للإجابة. السؤال 4. نهاية جاء 5 س على س عندما إن الس بتؤول إلى الصفر. طبعا هنا إذا عوضنا تعويض مباشر، جيب 5 س اللي هي باعتبارها جيب صفر على صفر، وهذه أيضا قيمة غير معينة. هنا عندنا الزاوية عبارة عن جاء 5 س على س، إذا محتاجين ل5 في المقام، ولذلك حنضرب في 5 ونقسم على 5. يبقى شكل المسألة حتساوي لنا هنا نهاية جاء 5 س على س عندما إن السين تؤول للصفر، إذا تساوي، نضرب في 5، ولذلك حيكون شكلها نهاية جاء 5 س على س، وعندنا هنا السين تؤول للصفر، أضرب في 5 وأقسم على 5. هذه ال5 محتاج لها هنا، إذا حنشطبها من هذه النقطة، وهذه ال5 اللي هي حنسحبها خارج النهاية، حيكون شكلها بتساوي 5 نهاية جاء 5 س على 5
س، وهنا حتتغير اللي حتصبح عندنا 5 س بتؤول للصفر. هذا الجزء كامل أصبح بيساوي الواحد، يبقى شكلها تساوي لنا 5 ضرب الواحد، وهي تساوي 5. سؤال 5 قال لي اثبت أن نهاية ظل س على س عندما إن س بتؤول إلى صفر هذه تساوي الواحد الصحيح. هنا مطلوب مننا الإثبات، ولذلك أول خطوة بنعملها هي بنتخلص من الظل، والظل عبارة عن الجيب على جيب التمام. يبقى شكل المسألة حتكون نهاية ض س مقسومة على السين عندما إن السين تؤول للصفر تساوي، نفك الظل كقسم يبقى نهاية البسط حيكون عبارة عن كسر يا س على جيب تمام س، والكلام ده كله مقسوم على س عندما إن السين تؤول للصفر. عندنا الكسر موجود في البسط، يبقى المقام هنا حيصبح هو مقام للمقام، يبقى تساوي نهاية جاء س اللي هي حتكون لنا مقسومة هنا على السين مضروبة في 1 على جتا س عندما إن السين تؤول للصفر. طالما في ضرب بعد ده أقوم أقسم النهايتين أو أفصلهم من بعض، حتساوي نهاية جا س على س، والسين بتؤول للصفر مضروبة في أيضا نهاية 1 على جيب تمام السين، وعندنا السين بتؤول للصفر. الجزء ده بيساوي الواحد مضروب فيه، هنا نعوض السين بالصفر. لو عوضنا بصفر جيب تمام الصفر واحد، إذا 1 على 1 تساوي 1 في النهاية. يبقى كده بنكون وصلنا لإثبات إنه ظل س على س اللي هي بتساوي الواحد الصحيح كنهاية. وبكده خلصنا السؤال الثالث، وننتقل مباشرة للسؤال الرابع في هذا الامتحان. السؤال الرابع، سؤالنا الأول هنا قال لي أكمل العنصر المحايد لضرب المصفوفة المربعة يسمى. العنصر المحايد لضرب المصفوفة المربعة يسمى، طبعا هذا يسمى مصفوفة الوحدة. مصفوفة الوحدة. سؤال 2، اكتب المعادلات الآتية باستخدام المصفوفات. هنا معطى معادلات خطية كما هي واضحة. الأولى 5 س ناقص 4 ص تساوي 12، والثانية عبارة عن 2 س زائدا 3 ص تساوي 8. المطلوب طبعا هو كتابة هذه المعادلات في شكل مصفوفات، ولذلك في الحل هنا دائما بيكون عندنا اللي هو معاملات متغيراتنا. يبقى حنكون المصفوفة الجزء الأول هو معاملات المتغيرات، يبقى حيكون 5 س هنا حيكون 5 سالب 4، وهنا حيكون 2، وأيضا هنا 3. كتبنا المعاملات، بعد ذاك بنضربهم في مصفوفتنا الجديدة. هنا بتكون عبارة عن المتغيرات بالترتيب، ولذلك حيكون هنا عندنا السين وأيضا هنا الصاد حتساوي اللي هي مصفوفة الناتج عندنا حسب ما هو موجود. إذا هنا حيكون 12 وأيضا 8. بكده بنكون حولنا هذه المعادلات إلى شكل مصفوفات، وبعد ذلك أيضا ممكن يغير السؤال من معادلات نرجع لشكل مصفوفة، طبعا بعملية الضرب. السؤال الثالث قال لي إذا كان لدينا المصفوفة ألف عبارة عن 3 و7 سالب 2 و5 1 و4، مصفوفة باء 4 و1 سالب 2 و3 و5 وسالب 6. الفقرة الأولى ما نوع المصفوفة ألف؟
بعد يسألنا من النوع يبقى عايزين عدد الصفوف والأعمدة المكونة للمصفوفة. فبنلاحظ إنه ألف هي مكونة من 3 صفوف وعمودين، إذا النوع حتكون عبارة عن 3 مضروبة في الاثنين، 3 ضرب الاثنين. الفقرة ب جد ألف، عندنا فيها هنا عايزين منقول المصفوفة ألف. منقول المصفوفة ألف اللي هو حنقوم نعكس المصفوفة ألف، إذا نعكسها حيكون منقول الصف وعمود العمود صف. إذا حنبدأ بهذا الصف حنكتبه حيكون عمود 3، يعني عمودنا هذا حيسمى 3 سالب 2 و1. العمود الثاني حيكون 7 و5 و4، يعني قلبنا العمود إلى الصف. كده بنكون أوجدنا منقول المصفوفة الأولى ألف. 2 ألف زائدا باء، ألف زائدا باء يبقى هي مسألة جمع المصفوفتين. مصفوفتنا الأولى هي عبارة عن 3 و7 سالب 2 و5 1 و4. نزود عليها المصفوفة باء 4 و1 سالب 2 و3 و5 وسالب 6. إذا حنجمع العناصر المتناظرة، حيكون الناتج عندي 3 أجمع معاها 4 بتعطينا 7، و7 زايدا الواحد ب8، سالب 2 زايدا سالب 2 سالب 4، و5 زايدا 3 8، 1 زايدا 5 6، و4 زايدا سالب 6 بسالب الاثنين. يبقى هذه هي المصفوفة الجديدة الناتجة من حاصل جمع المصفوفة ألف زائدا الباء. السؤال 3 في نفس هذه الجزئية قال لي 2 ألف ناقصا 3 باء. 2 ألف ناقص 3 باء، يعني أضرب المصفوفة ألف في 2 والمصفوفة 3 في باء، هنضربها في 3. إذا شكلها حتساوي لنا 2 مضروبة في المصفوفة ألف اللي هي عناصر 3 و7 وسالب 2 و5 1 و4. حأقول ناقص 3 مضروبة في المصفوفة باء عناصر 4 و1 سالب 2 و3 و5 وسالب 6. إذا حتساوي نضرب الاثنين داخل القوس بالنسبة للمصفوفة، إذا حيكون 2 في 3 هذه 6، 2 في 7 14، 2 في سالب 2 سالب 4، 2 في 5 10، 2 في 1 2، 2 في 4 8. هذه المصفوفة الجديدة ناقص 3 في 4 12 و3 في 1 3، 3 في 2 سالب 6، 3 في 3 ب9، 3 في 5 15، 3 في سالب 6 سالب 18. كده أوجدنا المصفوفتين بعد ما ضربناهم في 2 وهذه في 3. بعد ذاك أقوم أطرح طرح عادي، يبقى 6 ناقص 12، ف6 ناقص 12 بتعطي سالب 6. 14 ناقص 3 في 11، سالب 4 ناقص 6 يبقى زايد 6، إذا هنا 2. 10 ناقص 9 1، 2 ناقص 15 بناقص 13، 8 ناقص 18 تصبح زايد 18. إذا الإجابة حتكون عندنا اللي هي 18 ب26، إذا هنا حتكون 26. يبقى الحل النهائي لهذا السؤال تحديدا هو سالب 6 و11 و2 و1 وسالب 13 و26. وبكده بنكون خلصنا السؤال الرابع وننتقل للسؤال الخامس في هذا الامتحان. لدينا السؤال الخامس هنا قال لي قيمة كل من الآتي اللي هو عندنا س وصاد وعين إذا كان لدينا المصفوفة الأولى س زائد صاد و3 عين زائد 2 س ناقص صاد و7 تساوي المصفوفة الأخرى 5 و6 و8 و7. هنا مطلوب مننا إيجاد قيم س وصاد وعين. طالما المصفوفتين بيساوي بعض يبقى العناصر المتناظرة متساوية.
إذا من هنا حناخد س زائد ص، س زائد ص اللي هي بتساوي لنا الجزء الثاني هنا اللي هو 5، وعندنا س ناقص ص تساوي 8، س ناقص ص بتساوي 8. وصلنا لهذه النقطة، إذا حنقوم نحل المعادلتين حل آني، حأجمع الاثنين لأنه الصاد بالموجب والسالب، فلو جمعتهم السين والسين بتعطيني 2 س، حتساوي 5 و8 بتعطي 13. إذا نقسم هنا على 2 وأيضا هنا على 2، إذا السين حتساوي لنا 13 قسمة 2. هذه هي قيمة السين. بعد ده بنعوض قيمة س في واحدة من المعادلتين بحيث إنه نوجد قيمة الصاد. إذا لو أخذنا الأولى اللي هي س زائدا ص بتساوي 5، يبقى س 13 على 2، إذا هنا 13 قسمة 2 زائدا الصاد تساوي 5. من هنا رحل ال 13 على 2 للطرف الآخر، إذا ص حتساوي 5 ناقص 13 قسمة 2. أوحد مقامه، لو وحدنا المقام حيكون 2، إذا هنا 5 مقامه 1، يبقى 2 ضرب 5 ب10 ناقص 13. إذا الصاد حتساوي 10 ناقص 13 اللي هي بسالب 3 مقسومة على 2. هذه تمثل قيمة الصاد. إذا وجدنا السين ووجدنا الصاد، بقى العين. العين هي 3 عين زائد 2 تساوي 6، 3 عين زائد 2 تساوي 6. إذا 3 عين حتساوي 6، أرحلها الاتنين تبقى بالناقص، يبقى 3 عين حتساوي 4. نقسم على معامل العين 3 وأيضا هنا على 3، أختصر. إذا العين حتساوي 4 على 3. إذا هذه هي قيمة العين. بكده بنكون تحصلنا على جميع القيم المطلوبة في هذا السؤال اللي هو السين والصاد والعين. السؤال الثاني جد حاصل ضرب المصفوفتين ألف ضرب الباء، حيث الألف عناصره هي 3 و2 1 و4، والباء عناصره 2 وسالب 5 و1 وسالب 3. إذا هنا المطلوب إنه الألف مضروبة في الباء اللي هي حتساوي، نكتب عناصر المصفوفة الأولى ألف اللي هي 3 و2 و1 و4، حنضربها في عناصر المصفوفة الثانية 2 وسالب 5 و1 وسالب 3. إذا هذه حتساوي مسألة ضرب المصفوفات، حناخد عناصر الصف الأول ونضربها في العمود الأول. إذا 3 حيكون عندي 3 ضرب 2 زائدا 2 ضرب 1، ده الجزء الأول. الجزء الثاني حيكون 3 في العمود الثاني حيكون 3 ضرب سالب 5 زائدا 2 ضرب سالب 3. انتقل للصف الثاني، 1 ضرب 2 زائد 4 ضرب 1، البعديه 1 ضرب 1 هنا، 1 ضرب سالب 5 زائدا 4 ضرب سالب 3. من هنا حتساوي بعد نبسط تبسيط عادي، 3 في 2 ب6 و2 في 1 يبقى زائد 2، 3 في سالب 5 سالب 15، 2 في 3 بسالب 6، إذا زائد سالب 6. 1 في 2 ب2 زائد 4 في 1 ب4، 1 في سالب 5 سالب 5 و4 في 3 بسالب 12، إذا هنا سالب 12.
إذن حتساوي 6 و2 8 وسالب 15 مع سالب 6 بسالب 21. 4 و2 ب6 وسالب 15 مع سالب 12 بسالب 17. إذن حلنا الخاص بهذا السؤال هو عبارة عن 8 وسالب 21 و6 وسالب 17 هي ناتج ضرب المصفوفة ألف في الباء. وعادي ممكن يطلب منك ضرب المصفوفة باء في الألف، حنقوم نعكس عملية الضرب. بداية هنا في هذا السؤال الثالث قال لي جد المصفوفة ألف التي تحقق معادلة المصفوفة الآتية. عندنا 3 ألف زائدا مصفوفة أخرى 1 و0 2 و1 تساوي سالب 2 3 سالب 1 وسالب 2. إذن هنا محتاجين للمصفوفة ألف. طالما في جمع معناه نرحل هذه المصفوفة للطرف الآخر، ولذلك حتكون 3 ألف هنا حتساوي مصفوفتنا الموجودة أصلا هي سالب 2 و3 وسالب 1 وسالب 2. أرحل المصفوفة يبقى بالناقص 1 و0 2 و1، يعني الآن طرحناهم من بعض. إذا تساوي هنا عندنا ناتج الطرح حيساوي لي طرح عادي سالب 2 ناقص 1 هذه بسالب 3 و3 ناقص 0 ب3 وسالب 1 ناقصا 2 بناقص 3 وسالب 2 ناقص 1 أيضا بسالب 3. إذن هذه هي المصفوفة الجديدة الناتجة من الطرح. لكن لدينا هنا الألف هي مضروبة في 3، إذن أقسم على 3 ولذلك حتكون ألف بتساوي. إذن هنا حيكون عندنا القسمة على 3 اللي هي تلت، ثم كتابة مصفوفتنا اللي هي سالب 3 و3 سالب 3 وأيضا سالب 3 تساوي كل العناصر حاقسمهم على 3، يبقى الناتج حيكون هنا سالب 1 وأيضا هنا 1 سالب 1 أيضا سالب 1. إذن هذه هي المصفوفة الجديدة المطلوبة في هذا السؤال وهي المصفوفة ألف. بهذا السؤال بنكون خلصنا حلنا لهذا الامتحان الأول الخاص بالمصفوفات والنهايات، وإلى أن نلتقي في حصة أخرى بإذن الله تعالى. ما تنسون من صالح الدعاء وما تنسوا الاشتراك والدعم لهذه القناة بحيث أن نجد فيها كل الجديد والمفيد بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.